فاكر زمان لما الهاكرز كانوا بيكتبوا الفيروسات؟ دلوقتي الموضوع اصبح عكس كده تماما. انت في عصر الاي اي. تعالى وافهم القصه معايا. حاجه جديده ظهرت اسمها وورم جي بي تي. وورم جي بي تي ده اتعمل في نهايه 2023. دي نسخه شريره بس من شات جي بي تي. الفرق بينه وبين شات جي بي تي ان وورم جي بي تي ما عليهوش اي رقابه. وورم جي بي تي مخصص عشان تساعد الهاكرز، مش بس كده، ده بيكتب كمان سكريبتات احتيال وفيروسات ورسائل تصهير دقيقة جدا. كمان في ناس بتستخدمها على الدارك ويب عشان تسرق حسابات، وكمان تعمل فيك لاندنج بيجز وتغش المستخدمين بصوت والصورة. لو صوت مزيف او نص مزيف، ازاي هتعرف ده؟ بكل سهولة. ما تصدقش اي رسالة او لينك او اي حاجة. الموضوع بسيط جدا. انا زمان كنت ببيع حاجة على دوبيزل، بس جه واحد قال لي انا هشتري منك المنتج ده. قلت له ماشي. فدلوقتي الموضوع اصبح انه جه وقال لي انا ساكن بعيد عنك. قلت له طب الحل ايه؟ قال لي الحل باختصار ان انا هبعت لك شركة شحن، هي اللي هتاخد منك المنتج وهتسلمها لي، وانت بس هتسجل رقم حسابك هنا عشان الفلوس هتتحول لك عليه. قلت له ماشي بحسن نية. الموضوع ان انا دخلت لقيت فعلا ان موقع دوبيزل هو اللي متولي الموضوع وكل حاجة، ولكن لقيته بيقول لي حط الكريدت بتاعتك او الكارد بتاعتك. كان طالب مني ان الفيزا تبقى فيها 600 درهم علشان البنك هو اللي طالب كده. فطبعا كان واضح جدا ان ده فيك بالنسبة لي، بس للأسف في ناس كتيرة جدا بتقع في الموضوع ده. خلي بالك عشان انت ما يضحكش عليك.